ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني الشهادة. بص بقى يا عزيزي المشاهد، انا النهارده جاي لك بقصه من اللي يحبها قلبك. بس قبل ما نبدا القصه طالب منك طلب. لو انت مش مشترك في القناه اشترك، فعل زر الجرس، متنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك عشان ده بيشجعنا ان احنا نستمر. اما بالنسبه للقصه بقى يا عزيزي المشاهد، فصدقني انا عارف ان هي هتعجبك، لان القصه دي ليها جزئين. ده الجزء الاول والجزء التاني ينزل بكره ان شاء الله. يلا عزيزي المشاهد نبدا القصه. قبل ما نبدا خلينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قصتنا عزيزي المشاهد بتبدا مع بنت اسمها ساره. بتقول ايه بقى؟ انا ساره عمري 19 سنه من مصر. بتقول ايه ساره بقى عزيزي المشاهد؟ انا عمري ما كنت بصدق عن حكايات الجن العايشه، ودايما كنت بضحك لما بسمع حد بيتكلم عنها. والله هيحصل لك هيخليك تصدق اسبوعي، لحد اللي حصل معايا في الصيف اللي فات. الموضوع بدأ بقى عزيزي المشاهد لما هي كانت بتنقل لشقة جديدة، بس العمارة كانت قديمة شويتين. سارة بتحكي وبتقول من أول ليلة وأنا حسيت بحاجة غريبة، وكل لما أجي أنام أصحى على الساعة 33 دقيقة بالظبط، 33 دقيقة الفجر. لدرجة إن هي كانت بتعتبر الموضوع ده صدفة، لكن الموضوع عزيزي المشاهد اتكرر كل يوم تقريبا، لدرجة إن هي وهي نايمة كان في شخص بيظهر لها في أحلامها، وفضلت تحلم بيه كل يوم، والحلم ابتدى يتكرر على المدى الطويل. مين الشخص ده بقى عزيزي المشاهد؟ شاب طويل لابس هدوم سودا، وشه مش واضح. الشخص ده بقى عزيزي المشاهد كان واقف في اخر ممر طويل كده، كان واقف في الاخر والممر كان مظلم. وفي كل ليله تحلم بالشخص ده كان بيقرب خطوه من الممر اللي هو واقف فيه. ساره بقى بتقول الغريب ان هو ابتدى ان هو ينادي باسمها، ولكن بصوت هادي جدا. ساره بتقول ايه بقى؟ في البدايه انا كنت بصحى مرعوب، لكن بعد فتره ابتديت اسمع نفس الصوت اللي بيناديني في الحلم بصوت هادي، بقيت تسمعه وهي صاحي. تحكي كمان وتقول يا عزيزي المشاهد ان انا مره كنت قاعده في الاوضه بتاعتي وسمعت صوت بيمس من ورايا بصوت ضعيف شويه. ساره لفيت بسرعه بس مفيش حد. طبعا يا عزيزي المشاهد ساره بتحكي وبتقول ان من يومها ابتدت حاجات كتير غريبه بتحصل لها. المرايه في الاوضه بتاعتي مثلا كانت بتتغطى ببخار غريب جدا رغم ان الجو كان حر. طبعا احنا عارفين يا عزيزي المشاهد موضوع البخار ده بيحصل على المرايه الازاز الكلام ده بس في الشتاء، انما في الصيف مفيش الكلام ده طبعا. الاغرب من كده ايه بقى؟ ان كل مره بتبص على المرايه بتلاقي كلمه مكتوبه كأن حد كاتبها بصوابعه. ايه هي الكلمه دي بقى؟ انا هنا. مسحتها كذا مره وبرضه كانت بترجع. وفي ليله من الليالي صحيت على احساس ان حد كان واقف جنب السرير. ابتديت افتح عيني ببطء وشفت ظل اسود طويل واقف عند الباب. كنت طبعا عايز اصرخ بس انا جسمي كان بيتجمد. دول وقف ثواني وبعديها اختفى. كمان ابتدت تقول يا عزيزي المشاهد ان هي تاني يوم حكت لوالدتها، ولكن رد والدتها دي كوابيس بسبب التوتر، ولكن الكوابيس كانت بتبقى قريبه من الواقع كل يوم. ولكن في ليله من الليالي كنت قاعده في البيت لوحدي وسمعت صوت خطوات جايه من الممر قدام الباب. خطوات كانت بطيئه جدا لدرجه ان انا افتكرت ان ماما رجعت. ابتديت ان انا انادي ماما ماما مفيش رد، والخطوات هنا فضلت تقرب لحد ما وقفت عند باب اوضتي. وساعتها ابتديت اسمع نفس الصوت اللي انا بسمعه في الاحلام. جمد الدم في عروقي، والباب ابتدى يتفتح ببطء جامد جدا، وظهر نفس الشخص اللي انا بشوفه في المنام، ولكن بقى المره دي كان قدامي فعلا. ولكن ملامح الشخص ده كان وشه ضبابي وكانه دخان، وعينه كانوا نقطتين سود باينين في عز الضلمه. نطق الشخص ده وقال انا كنت مستنيكي من زمان. ساره طبعا بتحكي وتقول عزيزي المشاهد غمضت عيني وابتديت اردد اي دعاء انا حافظاه، ولما فتحت عيني لقيته اختفى. وطبعا فكرت ان الموضوع انتهى على كده، بس لا، الصدمه الحقيقيه كانت الصبح. بتحكي وتقول لقيت صوره قديمه جدا تحت باب اوضتي. الصوره كانت بالابيض والاسود، ولكن الاطراف بتاعتها كانت متاكله شويه، ولما بصيت فيها شفت نفس الشكل. قلبت الصوره على ظهرها وكان عليها كلام مكتوب بلون باهي. ايه الكلام ده بقى؟ سنة 1958. وتحتيها تحت التاريخ ده عزيزي المشاهد كان في جملة واحدة بس: توفى قبل زفافه بيوم. ومن بعدها انا معرفتش انام براحة، لان كل ليلة الساعة 33 دقيقة الفجر اصحى على صوت خط على باب اوضتي، 3 خطات، واسمع نفس الهمسة اللي كنت بسمعها في الحلم: لسه مستنيك يا صاحبي.